ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند احمد على قناه حياتك احلى من هند محمد. هعمل معاكم النهارده كيك الشوكولاته من شركه مايوي. عشان نعمل كيك الشوكولاته من شركه مايوي هنحتاج نصف كوب لبن، وهنحتاج 5 معالق زبده لينه او سمنه، وهنحتاج 3 بيضات. هجيب بقى بوله عشان ابتدي اشتغل فيها. جبت بوله كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ايه اضيف البيض واللبن والسمنه وهضربهم مع بعض. ضفت البيض، هضيف اللبن، نصف كوب لبن، اخر حاجه ضفتها سمنه. انا حطيت 3 معالق يا جماعه، بس مش 5 معالق، عشان انا بقلل الماده الدهنيه على قد ما اقدر. جبت الهاند بلندر، هضرب كل المكونات بالهاند بلندر. ضربت كل المكونات مع بعض كده. مهم قوي يا جماعه يكون البيض فاير كده زي ما انتم شايفين، مهم قوي النقطه دي. هبتدي بقى اضيف الايه خليط الكيك. ضفت خليط الكيك كده زي ما انتم شايفين. هكون بقى ايه احضرها جنب المضرب اليدوي، وهبتدي بقى ايه اخلط كل المكونات مع بعض كده لحد لما المكونات كلها تمتزج مع بعض. خلطت كل المكونات مع بعض كده زي ما انتم شايفين. مهم جدا يا جماعه، بصوا خليط الكيك ما بين الخفيف والتقيل. طب لو الخليط اتقل من كده بزود لبن، لو الخليط اخف من كده بزود ايه دقيق. خلاص، ده ايه ده شكلنا لخليط الكيك. بصوا ما بين الخفيف والتقيل زي ما انتم شايفين كده. تقاوم مثالي لخليط الكيك. هجيب بقى ايه صينيه وادهنها ايه سمنه، واحط فيها خليط الكيك. جبت الصينيه دهنتها سمنه كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اصب فيه ايه خليط الكيك. صبيت خليط الكيك كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ايه اضربها ايه كذا ايه ضربه، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 من 40 ل 45 دقيقة في الرف اللي في النص. خلاص، بختبرها ايه بسكينة. لو لقيت السكينة دخلت وخرجت ما فيهاش اي حاجة خالص، خرجت نظيفة، يبقى كده الكيك استوى. لو لقيت فيها اي حاجة خرجت معايا يبقى كده الكيك ايه ناقص ايه سوا. عايزة اقول لكم كمان مكتوبة خطوات اهو على الايه على الكيكة. خطوات مكتوبة. هدخلها الفرن وارجع لكم. هعمل لها شربات باللبن والعسل زي اللي عملته في كيك الفانيليا. هجيب حلة، هضيف نص كوباية سكر، وفي نفس الكوباية هضيف نص كوباية مية سخنة. ضفت في نفس الكوباية نص كوباية مية سخنة، وهقلب كل المكونات مع بعض لحد لما السكر يدوب. وبعد كده بقى هضيف كوباية لبن. دوبت السكر كده في المية زي ما انتم شايفين. هدوب بقى معلقتين كبار كاكاو. بعد كده هضيف كوباية لبن. ضفت معلقتين كبار كاكاو، هدوبهم بقى ايه في المية كده. بعد كده بقى ايه هضيف كوباية لبن. دوبت الكاكاو في المية كده زي ما انتم شايفين. هضيف بقى ايه كوباية لبن، وهقلب كله مع بعض. قلبت كل المكونات مع بعض كده زي ما انتم شايفين. هسيبها ايه تبرد، واول لما الكيكه تخرج من الفرن هسقيها بقى بالشربات ده. عايزه اقول لكم يا جماعه بيفرق جدا 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 في طعم الكيك. انا عملتها في كيك الفانيليا وكل اللي جربها عايزه اقول لكم فعلا 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 بتفرق في طعم الكيك. بتخلي الكيكه اقرب للكيكه التركيه اللي هي التريليتشي بالظبط. دي كيكه بعد ما طلعت من الفرن، اختبرتها بالسكينه كده زي ما انتم شايفين. لقيت السكينه طلعت نظيفه. عرفت انها استوت. شغلت عليها بس الشوايه، يا دوبك ايه خدت لون كده، وبعد كده طفيت. هبتدي بقى اسقي ايه بالشربات اللي انا عملتها لها. مهم جدا يا جماعه اسقيها اول لما تطلع من الفرن، لازم تكون سخنه. شايفين كده هي تشرب الشربات كله زي ما انتم شايفين كده.
هغطيها بس ايه يا دوبك 5 دقايق، وبعد كده بقى ايه افتح عليها. غطيتها، اجي افتح عليها بقى. بصوا شربت كل الشربات اللي انا عملتها لها. هزوقها وارجع لكم. ده شكل كيك الشوكولاته بعد ما زوقتها. قدموا بقى الفنا وشفا. انا زوقتها بجوز الهند والشوكولاته مبشوره والزبيب. ممكن تحطي عليه صوص شوكولاته، ممكن تزوقيها بالفواكه المسكره، ممكن تزوقيها بالمكسرات، ممكن تحطي عليها فواكه. ده حسب ما تحبي انت. ان شاء الله تجربوا تعملوها بالطريقه دي وتعجبكم ان شاء الله. لو عجبك الفيديو لايك واشترك في القناه، وياريت تدعموا بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.